ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محاضرة جديدة من كبسولة وعي. محاضرة النهاردة بعنوان ارجع لنفسك تاني، دليل عملي لاسترجاع الشغف. كلنا بنمر بالمرحلة دي، المرحلة اللي بنفقد فيها شغفنا، مش عايزين نذاكر، مش عايزين نروح الشغل، مش عايزين نكمل في أي حاجة في حياتنا. أنا ما عنديش طاقة، أنا مش قادرة أكمل، لدرجة إن إحنا ممكن ما نبقاش قادرين نكمل في حياتنا الشخصية، مش قادرين نقابل حد، مش قادرين نشوف حد، مش عايزين نتعامل مع الناس، إحنا كارهين كل الناس، كارهين التعامل مع كل البشر حرفيًا. المرحلة دي بنفضل فيها نلوم نفسنا، أنا إيه اللي وصّلني لكده، أنا إيه اللي خلّاني أعمل كده، أنا ما كنتش كده، بنفضل أفكار كتير جدًا بتيجي لنا بنلوم فيها نفسنا، وبنيجي فيها على نفسنا، وبنضغط نفسنا كمان، خاصةً لمّا بنكون بنمارس حاجة مُجبرين إن إحنا نعملها وما نقدرش نتخلى عنها، مثلًا زي الشغل. أنا لو باشتغل أنا مُجبر إن أنا أروح يوميًا، أنا مُجبر إن أنا أعمل الشغل المطلوب مني، رغم إن أنا فاقد طاقتي وفاقد شغفي ومش قادر أكمّل. فقبل ما أنا ألوم نفسي وقبل ما أضغط على نفسي بالشكل ده، أنا لازم أفهم أنا ليه فقدت الشغف. لازم أفهم إن فقدان الشغف مش نهاية الكوكب ولا نهاية العالم، أنا بس الفقدان اللي أنا حاسّه ده أو الطاقة اللي أنا مش حاسس إن هي موجودة عندي، ما هي إلا إشارة إن أنا محتاج أغيّر الروتين بتاع يومي، أو إن أنا محتاج آخُد بالي أو أركّز مع نَفْسي شوية، محتاج إن أنا أدّي مساحة لنَفْسي شوية، أو محتاج إن أنا أرتاح، محتاج أفصل. فهي مجرّد إشارة. باشوف بقى أنا الإشارة دي بترمز لإيه. ممكن شخص تكون الإشارة دي إن هو محتاج يرتاح، شخص تاني محتاج إن هو يعيد حساباته، أو شخص تاني ماشي في الطريق الغلط، بيعافر في طريق مش طريقه أصلًا، وجه فجأة حَس إن هو فاشل، إن هو مش قادر يكمّل، إن هو بيعمل حاجة مش عارف يخلّصها. هو الطريق مش طريقك، أنت اخترت الطريق الغلط، فدي إشارة إنك لازم توقّف، لازم تبدأ تعيد حساباتك من أول وجديد. محاضرة النهارده هنعرف مع بعض إيه الأسباب أو إيه الحاجات اللي بتخلّينا نفقد الشغف، وإزاي نرجع نحسّن حياتنا وطاقتنا ونجدد الشغف من جوانا من تاني. يالّا نبدأ مع بعض محاضرتنا. أول حاجة، إيه هي الأسباب اللي بتخلّينا نفقد الشغف؟ أول سبب عندي هو الروتين، اللي هو أنا يومي تقليدي جدًا، اللي باعمله النهارده هاعمله بُكرة، عملته امبارح، ما فيش أي حاجة جديدة، ما فيش حتى حدث واحد جديد في يومي. باصحى من الصبح، أروح شغلي وأرجع من شغلي، أنام شوية واصحى أقعد مع أهلي شوية وبعدين أنام علشان عندي شغل تاني يوم الصبح بدري، روتين معتاد. حتى برضه لو أنا مش باشتغل، أنا قاعدة في البيت، باصحى الصبح باشوف لو في حاجة هاعملها، باخلّص اللي ورايا، باقعد شوية مع أهلي، بانام عشان هاصحى بدري. الموضوع برضه إيه، روتين ممل جدًا، ما فيش حاجة جديدة. إيه الحل بقى إن أنا أتخلّص من مشكلة الروتين دي إزاي؟ أتخلّص من فكرة الروتين دي بإن أنا لازم أغيّر حاجة في يومي أو أضيف حاجة. طَب أنا لو هاغيّر حاجة، أنا ما عنديش حاجة أضيفها، أغيّر حاجة بقى في إن أنا أغيّر الترتيب. مثلًا أنا باصحى أول حاجة باعملها إن أنا باشوف اللي ورايا في البيت وأعمله، لأ، هاغيّر الخطة بقى. أنا هاصحى من النوم، هافطر، هاقعد كده آخُد break، سواء بقى أيًا كان الbreak ده هاعمل فيه إيه، هاقرأ أذكار، هاقرأ قرآن، هاخلّيه يعني للعبادة، أو إن أنا هاعمل حاجة تاني. مثلًا الbreak ده مش شرط يكون مدة طويلة، هو ممكن يبقى نُص ساعة بس. بس أنا كنت بابدأ يومي بإن أنا مثلًا باصلّي وخلاص وبابدأ شغلي في البيت، لأ، هاغيّر بقى الخطة، أعمل لي وِرد كده أقعد أقرأه نُص ساعة، وبعدين أبدأ أشوف اللي أنا كنت باعمله. مجرّد تغيير بسيط جدًا، بس هيفرق معايا. ليه؟ لإن أنا هاحس إن أنا ما باعملش حاجة تقليدية، خلاص الروتين بتاع يومي اتغيّر، أنا في أهداف عندي، ما فيش أنا لو مع اللي هو الروتين العادي إن أنا باصحى باشوف شغل البيت، فدي حاجة روتينية مش ما لهاش أهداف، اللي هو حاجة أنا هاعملها، لقيت حاجة هاعملها، ما لقيتش أنا قاعدة خلاص. لكن لمّا أغيّر حاجة، ده الهدف، ده إن أنا باصحى عندي طاقة، إن أنا عندي أهداف النهارده عندي 1، 2، 3 هاخلّصه، فبيتجدد لي الشغف تلقائيًا. مثلًا أنا باشتغل، بانزل شغلي، بارجع، طَب ممكن بقى أغيّر الروتين شوية، أنا بارجع بانام لي 3، 4 ساعات، ساعتين، ممكن أقلل مدة النوم دي شوية، أو أنام بدري وما انامش بالنهار وأعمل حاجة جديدة، آخد مثلًا أهلي وأخرج، أو أخرج أنا أقعد مع حد من صحابي، اللي هو أغيّر الروتين، أدخّل حاجة في النُص كده، أو أغيّر ترتيب الحاجات. يا إما أنا مثلًا عندي في الشغل في shift صباحي وshift مسائي، ممكن بقى إيه أبدِّل، أشوف حد من صحابي أبدِّل معاه. ده في حالة طبعًا إن إيه، لو أنا هاقدر إن أنا أبدِّل، يعني الshift المسائي ده مش هيرجّعني مثلًا تاني يوم الصبح، لأ، ممكن مثلًا shift من 8:00 ص لحد الضهر، ومن الضهر لحد مثلًا العصر أو المغرب. فأنا ممكن ساعتها أبدِّل، اللي هو هاغيّر الروتين، بدل ما أنا باروح الصبح على طول وحاسس بملل بقى وكده، لأ، أنا هاروح بعد العصر، فأنا ممكن فترة الصبح دي أستغلّها في حاجة تاني، أعمل تمارين، أعمل رياضة، أقابل صحابي، أفطر، أعمل وِرد لنفسي، أنام فيهم. المهم إن أنا هاغيّر حاجة في يومي، لازمًا يا إمّا هاغيّر حاجة خالص، أغيّر ترتيب الحاجات اللي أنا باعملها، أو أغيّر أو أدخّل حاجة جديدة. طَب إيه الحاجات الجديدة اللي أنا ممكن أدخّلها؟ زي ما قُلنا ممكن أعمل تمارين لو أنا مش باعمل، ممكن أعمل وِرد لنفسي لو أنا مش عاملة وِرد، أو عاملة وِرد بس حاطّاه في ميعاد مثلًا متأخّر، ممكن يا أقوله يا ما أقولهوش.
ممكن مثلا اقعد اخترع حاجه، اشوف حاجه ممكن على اليوتيوب تكون هوايه عندي، واقعد احاول ان انا استرجعها بقى. اشوف وانا صغيره مثلا كنت بحب اعمل مثلا لبس للعرايس، اشوف انا ممكن يطلع اصلا عندي هوايه ان انا بحب التفصيل. انا ابدا اشوف بقى، اكتشف نفسي، اقعد اكتشف نفسي لحد ما ما اكسر الروتين ده، اعمل حاجه جديده تغير لي الروتين اللي انا مليت منه. تاني حاجه عندنا هي الضغط الزايد. ايه الضغط الزايد ده؟ هو ان احنا بنحمل نفسنا حاجه احنا فوق طاقتنا اصلا. يعني مثلا انا في الشغل بعمل الشغل بتاعي وبقدر ان انا اخلصه في الوقت المحدد ليه او حتى قبل الوقت وبنجزه، فلاقي مثلا صحابي لسه ما انجزوش شغلهم فساعدهم. بعدين مثلا بروح البيت بلاقي اهلي لسه ما مشغولين شويه في البيت بساعدهم. بعدين مش عارفه بطلع بره لاصحابي بلاقيهم عندهم مشاكل بحاول اشوف لهم حلول. انا بضغط على نفسي. دي حاجه ما فيهاش مشكله، دي حاجه كويسه ايجابيه ان انا بساعد غيري وبساعد الناس. بس اراعي ان انا ما اعملش ده بضغط على نفسي. انا ممكن تلقائي فجاه احس ان انا فاقد كل طاقتي وشغفي ومش قادره اعمل حاجه. ليه؟ لان انا ضغطت على نفسي من غير ما اخد بالي، من غير ما احس. ضغطي وانا بساعدهم في الشغل بس بضغط على دماغي وعقلي وتفكيري في ان هو يجمع معلومات عشان ننجز كلنا الشغل. ضغطي وانا في البيت وانا برهق صحتي بعد يوم طويل قوي كان في شغلي، برجع يعني بفضل معاهم لحد ما ما يخلصوا خالص. بطلع لاصحابي بسمع مشاكلهم فوق مشاكلي وفوق الحاجات حياتي الشخصيه وبحاول احلها لهم رغم ان انا اصلا مش عارفه احل مشاكلي. فده بيضغط عليا. فالحل ايه؟ ان انا اخفف الحمل. هل معنى كده ان انا ما ساعدش حد؟ لا طبعا. بس مثلا انا برجع البيت بدل ما هساعدهم ساعتين انا ممكن اساعدهم ساعه واحده، هخفف عنهم الضغط اللي هم فيه، بس في نفس الوقت مش هحمل نفسي فوق طاقتها. طب في الشغل ممكن اساعد كل شخص في حاجه او اساعد شخص واحد وبعدين خلاص انا مش قادره اكمل تاني وتعبت ومش هقدر ان انا اساعد الكل. طب صحابي انا ممكن اسمعهم احاول اقول لهم حلول بس ما اضغطش على نفسي ان انا لازم احل لهم مشاكلهم. تمام. فالضغط ده حله ان انا اخففه. مش شرط اخففه مره واحده، انا ممكن اخففه تدريجيا بمراحل. ابدا مثلا بان انا اخفف الضغط على نفسي مع صحابي في الشغل. بعد كده هخفف الضغط على نفسي مع الناس اللي هم بخرج لهم بعد ما ارجع البيت. وبعد كده اخلي اخر مرحله هي مساعده اهلي. الطريقه دي هتخفف عني الضغط اللي انا كنت بحس بيه. لان طبيعي انا لما اساعد واحد اتنين وتلاته وادي كل طاقتي وكل مجهودي للناس اللي حواليا، حتى لو بعمل ده بحب وبشغف، انا هاجي في لحظه انا حاسس ان انا مش قادره اكمل. انا مش هبقى عارف ان ده السبب. مستحيل ابقى حاسس او مدرك ان هو ده السبب اللي مخليني مش قادر. لكن انا استهلكت طاقه كبيره، انا اهدرت طاقتي ومجهودي كله مع مش هقول مع الناس الغلط لان هم مش الناس الغلط، لكن في الوقت الغير مناسب. انا لو كل يوم ساعدت شخص تمام انا كده طاقتي هبقى محافظ عليها، ما اهدرتهاش بمعنى اصح. فاحنا حل الضغط الزايد ان احنا نخففه ايا كان بقى الضغط في ايه. يعني مش شرط بس يكون في الامثله اللي انا قلتها، وممكن الضغط بيجي من اكتر من ناحيه ومن اكتر من اتجاه. المهم ان انا اخففه. ثالث حاجه من الاسباب اللي بتخلينا نفقد الشغف هو المقارنه. المقارنه دي يعني عامله زي الوباء في اي حاجه في الدنيا. لو قارنت نفسك بحد او حد قارنك بحد هتفشل. خلاص هي منتهيه. هتفقد شغفك بقى، هتفشل. احنا يمكن اغلب المحاضرات اللي اتكلمنا عنها ذكرنا فيها المقارنه دي. من الاسباب المأساويه بتاعتها هي المقارنه. فالمقارنه هنا لما ابص كده، انا مثلا بكتب وعملت اكتر من كتاب وعماله اسعى وبقالي 6 سنين بكتب وفي الاخر ما حققتش ولا نجاح. الاعمال بتاعتي ما حدش بيشتريها. الاعمال بتاعتي ما حدش بيقراها كتير، ما بيجيليش ريفيو. فانا ببدا حد تاني بدا بعدي او حتى بدا قبلي بس نجح بسرعه. الناس بتشتري اعماله، كتاباته يعني السرد بتاعه وقوه العمل بتاعه اقل مني بس هو بينجح اكتر مني. ابدا ابص له، اقارن نفسي بيه. انا ايه اللي عندي مش عنده؟ انا الاعمال بتاعتي قويه. بعمل كل حاجه، بعمل عروض على الكتب بتاعتي، بعمل وبعمل ده. ليه انا مش بنجح زيه؟ فدي مقارنه. طول ما انا ببص لغيري حتى لو انا مش بقارن بالشكل السلبي، بس انا تلقائيا هحس بفقدان الشغف. انا اكيد بعمل حاجه غلط، اكيد انا ماشي في طريق الغلط. هبدا ان انا احبط، احس ان انا لا خلاص انا ممكن طيب اخد بريك فتره واعتزل. انا ممكن ما اكملش، انا مش هكتب تاني. كل الكلام ده انا لو مش واخد بالي ان هو مقارنه، انا تلقائيا بهدم الشغف اللي جوايا، انا بهده. لما اقول لنفسي هو فلان ده اكيد بس عشان هو ليه شعبيه وبيتعامل مع كل الناس وبيساعد كل الناس فقدر ان هو ينجح. طب ما انا ليه ما اعملش زيه؟ ليه ما ساعدش كل الناس؟ ليه ما انجح ما اسعفش كل الناس اللي حواليا واشوف محتاجين ايه واحاول ان انا اساعدهم بالمعلومات اللي عندي؟ تمام. ففي الحاله دي انا كده بحمس الشغف اللي عندي، بزود طاقتي مش بهدمها. لكن طول ما انا بقول لنفسي كلام سلبي زي ما احنا متعودين، طبيعي ان انا هضعف. الطاقه اللي جوايا هتتهد. فالمقارنه دي يعني حاجه صعبه جدا.
نبعد عنها تماما. لازم اركز على نفسي وعلى تطويرها، اللي هو انا بصيت لفلان، اشوف بقى فلان ده بيعمل ايه واطور من نفسي زيه. ما اقلدهوش، بس انا اشوف مثلا هو بيسعى في نقطه، احاول ان انا اشتغل على النقطه دي عندي. فانا طول ما انا بركز على نفسي اكتر من ان انا اقارن نفسي بغيري، وبركز على تطوير نفسي وان انا احسن من نفسي واحسن من مستواي واشتغل اكتر على، مثلا لو انا مثلا المثال اللي احنا قلنا بتاع اللي هو لو انا كاتبه، فاشتغل بقى على نقطه التسويق. انا ما فيش اعمالي ما بتجيبش مبيعات، لا اشتغل على التسويق. طب انا اعمالي بتجيب مبيعات بس ما بتجيليش ريفيو عليها، اشتغل على النقطه دي. احاول ان انا اطلب من الناس نفس، اطلب انا اروح ابعت لهم العمل بتاعي معاك، ممكن تبعت لي ريفيو لي لو انت قراته. حتى لو هو ما قراهوش اشجعه ان هو يقراه. في ناس ممكن تشتري العمل وتركنه جنبها مثلا فتره وبعدين تيجي تقراه عادي. بس انا ايه يعني شوف النقطه اللي انا ضعيف فيها واحسنها، بس ما اقارنش نفسي بغيري. اخر حاجه عندنا من الاسباب اللي بتخلينا نفقد الشغف هي التعب النفسي. ان انا ممكن اكون محتاجه ارتاح، ممكن اكون محتاج افصل من الدنيا كلها، محتاج اخد بريك واعتزل وابقى لوحدي، محتاج ادي لنفسي الوقت الكافي ليها. انا محتاجه استقل بنفسي بمعنى اصح، اللي هو انا مرهق نفسيا من الحاجات اللي بتحصل معايا يوميا والضغوطات وي ممكن اصلا التعب النفسي ده يكون معايا من الطفوله. فانا محتاج بقى ايه، افصل، هبعد عن كل الناس فتره. عادي، انا بفقد طاقتي وفقد شغفي وفقد كل حاجه، بس انا مش بعيد عنكم علشان كده، انا بعيد عن نفسي عنكم عشان انا محتاج اخد وقت لنفسي. هو ده الحل، اللي هو لا، انا لما احس ان انا مرهق نفسيا، الحل ان انا ابعد عن الكل، ادي لنفسي وقت كده، حتى لو يوم، حتى لو البعد ده هيكون يوم واحد. انا بس هقعد مع نفسي، هتكلم معاها، هفهمها وهواسيها وههون عليها واديها الوقت ان هي ترتاح، سواء كانت الراحه دي جسديه ان انا انام، اخد بس كل اللي انا هعمله في اليوم ده ان انا هنام، مش هعمل اي حاجه تاني. او ان انا اتكلم معاها بقى واقعد كده احلل الحاجات النفسيه اللي انا بمر بيها، احاول ان انا اواسيها، اخدها وافسحها في مكان انا بحبه، اعمل حاجه انا بحبها. ده الحل بتاع التعب النفسي. انا طول ما انا مرهق نفسيا، سواء بقى التعب النفسي ده جسدي نفسي، ايا كان التعب، اخد بريك. فخلاص انا هسمح لنفسي ان انا اديها الفرصه دي، مش هاجي اقول لها لا احنا مجبرين ان احنا ننزل الشغل. انا ممكن اخد اجازه يوم من الشغل عادي. احنا مجبرين ان احنا نصحى بدري، لا انا عادي، ممكن اليوم ده معلش ما حدش يصحيني، انا اليوم ده هاخده مع نفسي، مش عايز اي حد يزعجني، هنام انا اليوم ده، هنام بس. انا يعني بدي نفسي الحاجه اللي هي محتاجاها لمده قليله. طبعا ما اقولش مثلا ايه، انا مثلا ما باشتغلش، عاوزه اخد بريك لنفسي، فاقعد بقى ايه اسرح في البريك يوم ورا اتنين، شدوا اسبوع شهر، لا هلاقي نفسي فاشل، هلاقي نفسي خلاص وقعت، كل الحاجه اللي كنت بعملها هتبوظ مني. ليه؟ انا محتاج ارتاح، مش محتاج ان انا يعني ابعد عن الكل. انا البريك ده بحدد لنفسي مهله، انا في خلال المهله دي انا هحسن نفسيتي، انا هحسن هاخد راحه، هرتاح. طبعا بحط لنفسي اللي هو مده محدده، لو انا زودت عن المده دي انا كده باختار طريق ان انا اعتزل. انا لو فضلت قاعد اسبوع كده لوحدي وقافل على نفسي تحت مسمى ان انا يعني بستريح او باخد فرصه لوقت لنفسي، انا ممكن اكتئب، ممكن اصلا ما اعرفش ارجع تاني اتعايش مع الناس. فلا، انا بدي لنفسي الوقت الكافي اللي هو مش هيأذيني بعد كده، مش هيكون حل مؤذي. تمام. فهي دي الاسباب اللي ممكن تخلينا نفقد شغفنا. دي يعني في اسباب تانية كتير، بس دي اشهر الاسباب او الشامله كل حاجه، كل بيندرج تحتيهم حاجات تانية. كل واحده مثلا التعب النفسي بيندرج تحتها نفسي وجسدي ومعنوي وعاطفي، كل انواع التعب. تمام. المقارنه والروتين دي بيندرج تحتها حاجات كتير جدا. فدي الاسباب اللي هي المشهوره اللي ممكن ايه تكون بتخلينا نفقد شغفنا لنفسنا. قلت لكم كمان معاها الحلول بتاعتها، ازاي تتخلصوا منها او ازاي تخلصوا من الحاجه دي. تاني حاجه في محاضره النهارده هي ايه هي العلامات اللي تاكد لي ان انا عندي فقدان شغف او ان انا داخل على المرحله دي خلاص. طبعا انا ممكن احس ان انا ما عنديش طاقه، انا مش قادره اعمل حاجه النهارده، بس انا مش عارف ان ده فقدان شغف. انا فاكره ان هو حاجه عاديه، احساس عادي، لكن هو في الحقيقه يطلع ايه، فقدان شغف. واليوم يشد يوم والاقي نفسي ايه، مقفول من الدنيا كلها. فانا عشان اقدر ان انا ما اوصلش للمرحله دي، انا لازم اتابع نفسي علشان اعرف اول ما ادخل في مرحله فقدان الشغف، لا خلاص ستوب، انا هعالج المشكله. اول حاجه عندي، لو لقيت نفسي باجل كل حاجه، اللي هو عايزين نروح التمرين، لا معلش روح انتوا النهارده انا مش قادره اروح. عايزين نعمل حاجه ممكن نعملها بعد شويه، هلاقي نفسي كل حاجه باجلها، بخليها في يوم تاني، بخليها في وقت تاني. طبعا ممكن اجل حاجه مره اتنين، لكن لو لقيت نفسي بستمر في تاجيل الحاجه فلا، في مشكله هنا، في مرحله، انا داخله على مرحله فقدان شغف. تاني حاجه ان انا مش حاسس باي انجاز، مش حاسس باي فرحه او اي سعاده، اي حاجه بتحصل قدامي عادي. ايه ده انت خدت جايزه، عادي. ايه ده انت نجحت، عادي. إيه انت عامل اكل تحفه النهارده، عادي. كل حاجه بالنسبه لي مش مبهره، مفيش اي حاجه بتديني السعاده او الباور اللي هو انا مبسوط ان انا عملت حاجه جديده، انا مبسوط ان انا انجزت حاجه.
لأ، أنا شايف كل الحاجات عادية، إيه يعني خدت جايزة، إيه يعني خدت عملت إنجاز جديد، إيه يعني الكتاب بتاعي حقق مبيعات عالية، الموضوع هيبقى بالنسبة لي إيه، اللي هو كلّه طبيعي، كلّه عادي، لأ أنا كده في مرحلة فقدان شغف، لإن الطبيعي إن الناس بتفرح بالحاجات دي، في ناس بتفرح بالإنجازات اللي هي أصلًا ما حدش بيقول عليها إنجاز غيرهم. طول ما أنت بتفرح بأبسط الحاجة وبتحس إن أنت فخور بنفسك، تبقى سعيد وطاير من الفرحة، أنت كده تمام. لكن لو حسيت بقى إن أنت بتعمل إنجازات حقيقية الناس كلها بتقول لك إن هي إنجاز وأنت مش حاسس بأي فرحة وشايف إن هي عادية، أنت كده في مشكلة، أنت فاقد شغفك. إلا طبعًا لو في شخص هو بطبعه ما بيحبش يتفاخر بالحاجات اللي بيعملها حتى لو مع نفسه، هو بيحب إن هو إيه، أنا أنجزت حاجة تمام، نشوف بقى المرحلة اللي بعدها، أنا فخور بيها بس داخليًا مش هاعبّر عن ده، فدي حاجة تانية. لكن الشخص اللي هو بيبقى أصلًا من جواه ومن براه عادي، فدي لأ، ده فقد الشغف. تالت حاجة هي إن هو بيزهق بسرعة، اللي هو أنا قاعد مع أهلي فجأة زهقت، أنا لأ أنا مش قادر، باتكلم مع صحابي لأ أنا فجأة زهقت، رُحت الشغل زهقت، اللي هو أنا بازهق بسرعة جدًا، باحس بالملل، باحس إن أنا مخنوق، مش مرتاح في أي مكان، الأماكن كلها روتينية ومملة، الشخص ده فاقد الشغف، اللي هو أنا لو مش من يعني مش فاقد الشغف، هابقى متحمس وأنا قاعد مع صحابي، هابقى مبسوط وأنا قاعد مع أهلي، مش هاحس إن أنا زهقان، لكن طول ما أنا باحس بالزهق بسرعة، اللي هو ربع ساعة ولأ معلش أنا هاقوم. لأ أنت كده في مشكلة عندك، لإن الطبيعي إن الحاجات اللي زي كده الناس بتبقى سعيدة فيها، اللي هو أنا قاعد مع أهلي أو قاعد مع صحابي أو باعمل حاجة باحبها، حتى لو يعني الناس اللي بتزهق بسرعة دي هتلاقيهم في الحاجات اللي بيحبوها نفسها، اللي هو الحاجات اللي بالنسبة لهم ممكن يسيبوا أي حد عشان يعملوها، بيزهقوا برضه بسرعة، ليه؟ لإن هو فقد الشغف حتى مع الحاجات اللي بيحبها، مش اللي هو الشخص اللي بيزهق بسرعة في العادي التقليدي، اللي هو ما بيحبش الروتين بس مش أكتر، بيحب يعمل تغييرات، ده شخص تاني. لكن الشخص اللي هو حتى الحاجات اللي بيحبها اللي كان بيقعد بالساعات قدامها لأ هو يزهق منها ويزهدها. آخر حاجة عندي هي إنه بيكون بيشُك في قدراته طول الوقت، الشخص اللي هو إيه، أنا باكتب وكتاباتي عظيمة جدًا، فجأة أنا حاسس إن أنا ما باكتبش كويس، أنا حاسس إن أعمالي ضعيفة، أنا حاسس إن أنا ما باعملش حاجة مفيدة. طول الوقت بيقلل من نفسه، بيقلل من قدراته، رغم إن هو في الأول كان فخور بنفسه، أنا ضعيف في الكتابة، مستواي ضعيف، عادي هاطوّر نفسي أنا لسه باتعلم، لأ فجأة بقى يقول لك إيه، أنا مستواي ضعيف وعمري ما هاتعلم، عمري ما هانجح. الشخص اللي بيقلل من نفسه، بيقلل من قدراته حتى ورافض فكرة إن هو لسه هيتعلم ولسه هيتطور، بيقول لك لأ أنا عمري ما هاتطور، أنا عمري ما هانجح، هو ده الشخص اللي فاقد الشغف، اللي هو ما عندوش شغف إن هو يكمّل خلاص، الحياة بالنسبة له متوقفة على الجزء ده خلاص مش هتكمّل. تالت حاجة في محاضرة النهارده هي إزاي نستعيد شغفنا. إيه الخطوات اللي من خلالها ممكن أستعيد واسترجع شغفي؟ أول خطوة معايا هي إن أنا لازم أرجع للأسباب اللي بدأت عشانها، يعني إيه؟ يعني أنا مثلًا لو رُحت نزلت شغل وفجأة مش عايزة أكمّل ومش عايزة أروح الشغل تاني وعايزة أستقيل، هاشوف بقى إيه الأسباب اللي خلّتني أنزل الشغل أصلًا، هل أنا عشان باحب الشغل والّا علشان كنت محتاج فلوس والّا علشان أتعرّف على ناس جديدة واختلط بالعالم الخارجي، فاشوف الأسباب دي، أرجع للأسباب، طَب أنا ليه في الأول خالص لمّا نزلت الشغل كنت باحبه، ليه كنت باحب الشغل، باحب إن أنا أروح ومتحمّس وأنا رايح، لمّا أرجع للأسباب دي وأبدأ إن أنا أعرفها، هاشوف هي ليه ما بقتش موجودة عندي، إيه المشكلة اللي حصلت، ممكن تكون أصلًا المشكلة إن أنا اتخانقت مع حد زميلي في الشغل ومن بعدها أنا قافل من الدنيا، فلو لقيت إن فعلًا السبب زي كده، أنا هابتدي أحل المشكلة معايا، أشوف إن المشكلة اللي مع زميلي دي وأبدأ إن أنا أحلها عشان ما يكونش في زعل، فهارجع بنفس الحماس تاني. طيب أنا بدأت أكتب، تمام، كنت متحمسة جدًا، فجأة مش عايزة أكمل في المجال ده، مش عايزة أكمل كتابة، أبدأ أشوف أنا لمّا بدأت كتابة كنت باكتب ليه، كنت باحب الكتابة ليه، إيه اللي خلّاني أبدأها أصلًا، فأنا لمّا أرجع للأسباب اللي أنا أساسًا بدأت الحاجة عشانها أو عملت الحاجة دي عشانها، هاقدر أعرف إيه اللي خلّاني أفقد الشغف. مثلًا أنا فقدت شغفي اتجاه الكتابة، أنا كنت باكتب عشان باحب الكتابة، بس فجأة مش عايزة أكتب، مش عايزة أكمّل، طب ليه؟ علشان حاسس إن أنا مش هانجح، ما حدش بيتابعني، ما حدش بيتفاعل على الأعمال بتاعتي، فلأ خلاص إحنا كده عرفنا السبب، أنت السبب عندك، المشكلة في إن إيه، في إن أنت حاسس إن ما فيش جمهور عندك، ما فيش حد بيدعمك، فابدأ أحل المشكلة بقى، أنا لمّا أكتشف المشكلة هاحلها، خلاص الموضوع إيه، هابدأ أستعيد شغفي تاني خلاص، دي أول خطوة. تاني خطوة عندي إن أنا لازم أسمح لنفسي إن هي تاخد break من غير أي سبب، يعني أنا حاسس إن أنا مُرهق، خلاص معلش أنا هارتاح حتى لو ساعتين، أنا بس الساعتين دول محتاجة أفصل فيهم هابعد شوية، هاخد جنب، هاقعد مع نفسي في أوضتي، في الساعتين دول أنا هاستعيد طاقتي، هاراجع حساباتي مع نفسي، أشوف مشاكل وأحلها وخلاص، الموضوع بعدها أنا لمّا أحل المشكلة أصلًا هالاقي تلقائيًا شغفي بيرجع.
تالت حاجة معانا إحنا قُلناها من شوية، وهي إن أنا لازم أغيّر روتين يومي حتى لو بحاجة صغيرة، زي مثلًا إن أنا أبدأ يومي بقراءة صفحة من المصحف لو أنا مش باعمل كده، أو أقرأ صفحة من كتاب لو أنا مش باعمل كده، أهو أغيّر أي حاجة بسيطة. أنا الصفحة مش هتاخد منّي تقريبًا 3 دقايق قراءة أو 5 دقايق، ده لو صفحة من كتاب. طبعًا لو صفحة من المصحف هاقرأها بهدوء ممكن تاخد منّي 5 دقايق، تمام، حاجة مش هتاخد منّي وقت، وفي نفس الوقت هابقى عملت حاجة جديدة في يومي، هاكسر بيها الروتين بمعنى أصح زي ما إحنا قُلنا من شوية. رابع حاجة وهي إن أنا أختلط بناس إيجابية، ما اختلطش مثلًا بالناس السلبية اللي فاقدة أملها في الحياة وفاقدة شغفها وطاقتها مستنيين يموتوا بمعنى أصح. في ناس عايشة مستنية الموت وخلاص، اللي هو أنا هاعمل إيه يعني في حياتي تاني، أنا هاعمل إيه أكتر من اللي عملته. هو أصلًا ممكن يبقى لسه ما عملش حاجة، هو شخص عنده 20 سنة بيقول لك أنا هاعمل إيه أكتر من اللي عملته، أنت عملت حاجة أصلًا؟ أنت لسه بتبدأ حياتك. ففي ناس سلبية هم كده طول عمرهم هم اتخلقوا سلبيين هيفضلوا سلبيين لحد ما يموتوا. فالناس دي نبعد عنها، أنا ما أروحش وسط ناس سلبية ومستني إن أنا يبقى عندي طاقة وشغف وحماس إن أنا أكمّل حياتي. لأ، طبيعي إن أنا لمّا أختلط بناس سلبية هاتأثّر بيهم، هاحس إن أنا مُحبَط طول الوقت وما عنديش شغف لحاجة. لكن لمّا أختلط بناس إيجابية، لأ طبعًا، ده أنا لو فاقد الشغف هيخلّوا من كتر ما هُم متحمسين أنا هيبقى عندي حماس. لمّا أشوف ناس بتنجح، واحد بيقول لك أنا والله بكرة إن شاء الله ناوي إن أنا أفنِّش الرواية بتاعتي وأخلّصها، وناوي إن أنا أطلع رحلة مع أهلي أو أروح زيارة لأهلي، وناوي إن أنا مش عارفة أعمل إيه وأعمل إيه. تحس إن يومه اللي هو أنت بالنسبة لك هيعمل 10 حاجات، اليوم مش هيستحمل إن هو يعمل الحاجات دي، اليوم هيخلص قبل ما يخلّص أول 3 حاجات أصلًا. بس هو بيحسسك بإن هو إيه، إن يومه طويل جدًا، عنده طاقة إن هو يعمل كل الحاجات دي. فأنت تلقائيًا هتبقى اللي هو عارفين الغيرة الإيجابية، اللي هو أنا ليه ما أعملش زيه، أنا ليه ما أنجزش حاجات كتير في يومي زيه. فالإيجابية هتولد إيجابية، غير طبعًا السلبية هتبني سلبية برضه. خامس حاجة معايا وهي إن أنا لازم أجرّب حاجة جديدة. أنا فاقد شغفي خلاص تمام، أنا مش هاكمّل كتابة دلوقتي، أنا فاقد شغفي تجاه الكتابة مش هاكمّل كتابة. ما بانزلش شغل أنا كده، بس فاقد شغفي تجاه إن أنا أروح التمارين مش هاكمّل تمارين، بس هاعمل حاجة تانية. هاشوف مثلًا حاجة أتعلّمها، هادخل كورس جديد، هاشوف مهارة جديدة أتعلّمها، هاشوف هواية مختلفة عن الهواية بتاعتي أجرّبها. أشوف حاجة مختلفة. أنا لمّا أجرّب حاجة مختلفة وأبدأ أنجح فيها، ممكن إيه، شغفي تجاه الحاجة الأولانية يرجع، اللي هو إيه، طَب أنا نجحت في المجال ده، ربما لو رجعت للكتابة أنجح برضه، ممكن تكون كانت فترة بس وأبدأ أنجح، فارجع للحاجة بتاعتي الأولانية تاني، تمام. فلمّا أجرّب حاجات جديدة ده هيساعدني إن أنا إيه، يعني أجدد شغفي وأجدد طاقتي مع حاجة مختلفة، ممكن بعدها أرجع للحاجة الأولانية الأساسية بتاعتي وأكمّلها. من ضمن الحاجات اللي ممكن تساعدني إن أنا أسترجع شغفي هي إن أنا أعبّر عن مشاعري زي ما قُلنا في محاضرة المذكرات الشخصية وفي المحاضرات اللي فاتت. إن أنا لو كتبت مشاعري وعبّرت عنها بالكتابة، ده هيساعدني إن أنا أتخلّص من السلبية، الطاقة السلبية اللي جوايا. لمّا أتخلّص منها، هاتخلّص طبعًا من كل الإحساس بعدم الطاقة وإحساس فقدان الشغف، هاتخلّص من الأحاسيس دي كلّها. فهتساعدني إن أنا أجدد الطاقة جوايا والشغف جوايا. أنا لمّا أكتب مثلًا مشاعري أو أتكلّم مع حد قريب منّي، أقول له إن أنا مثلًا حاسس إن أنا متضايق من كذا ومن كذا ومن كذا، ويومي النهارده ما كانش أحسن حاجة، هابدأ إن أنا إيه، أتخلّص من أي طاقة سلبية ممكن تأثّر على دماغي بعد كده أو على تفكيري وتخلّيني أفقد الشغف. دي الحاجات اللي ممكن تساعدني إن أنا أتخلّص من فقدان الشغف. فقدان الشغف مش نهاية، مش نهاية طريقنا، مش نهاية حياتنا. هو عبارة عن إشارة بتقول لنا إحنا لازم نرتاح، بتقول لنا لازم ما نهدرش طاقتنا تاني، بتقول لنا لازم نقف stop كده، أنا محتاجة أفصل. هو فقدان الشغف عبارة عن كده. أنا بادّي لنفسي بقى الحاجة اللي هي محتاجاها لحد ما أستعيد طاقتي وشغفي تاني. في ناس بتبقى عايشة حياتها بس إن هي إيه، هتدّي بس، مش بتاخد أي حاجة، بتساعد ده وتساعد ده وتساعد ده. ممكن في المقابل فجأة ما تحسّش إن الناس دي بتدّيها المقابل اللي هي مستنية تقدير، إن هم يشكروها على اللي هي بتعمله. هم ما بيعملوش ده، هي بس بتهدر صحتها وعقلها وتفكيرها ومجهودها مع ناس أصلًا مش شايفين اللي هي بتعمله أي حاجة. هُم شايفين إن هي عادي، أنتِ طبيعي تقدّمي كده، بالذات لمّا بنعمل الحاجة بشكل متكرر مع ناس، في ناس ما بتقدّرهاش وبتشوف إن خلاص إحنا مُجبرين نعمل كده معاهم طول الوقت. فأنا لمّا أحس بده، أحس إن اللي قدّامي مش مقدّر تعبي ولا مجهودي، هافقد الشغف، هاحس إن أنا قليل، هابدأ إن أنا أفقد ثقتي في نفسي، هابدأ إن أنا أفقد طاقتي. فأنا فقدان الشغف ده هو إشارة بتقول لي إن أنتِ ماشية في طريق غلط، أو بتعملي حاجة لازمًا توقّفيها، أو إنِّك لازم تراجعي حساباتِك مع نفسِك، لازم ترتاحي. هو بس إشارة جسمنا وعقلنا بيدّيها لنا عشان إيه، نفوق له، نركّز له. بدل ما أنا مركّز مع فلان وفلان وفلان، لأ ركّز مع نفسك شوية، ادّي لنفسك وقت، ادّي لنفسك الوقت الكافي عشان ما تكونش مرهق، عشان ما تجيش في لحظة تفقد كل حاجة، حتى ممكن شغفك و في اتجاه العبادة
ما تبقاش قادر تصلي، ما تبقاش قادر ان انت تقرا قران، تحس ان انت فقدت كل حاجه لدرجه ان كل حتى الحاجات اللي انت اللي هو كنت ملتزم في الصلاه وملتزم في القران وملتزم في حلقات الذكر وملتزم مثلا في حضور دروس دينيه، ملتزم مثلا مع ربنا، ماشي، تحس فجاه ان انت عندك فتور في كل ده، انت مش قادر تكمل حتى كل ده. ليه؟ لانك اهلكت كل الطاقه اللي جواك لدرجه انك حتى في العباده مش قادر تصلي. انت بتصلي، يعني بتصلي بس غير الاول. الخشوع اللي كنت فيه في الاول ما بقتش فيه دلوقتي. الصلاه اللي كنت بتصليها بهدوء بقيت تصليها بسرعه عشان تخلص. فانت فقدان الشغف ده يعني حاجه ايجابيه، وفي نفس الوقت ايه، لو انا ما انتبهتش ليه وركزت معاه وحليت المشكله اللي انا بواجهها، هيتحول لحاجه سلبيه، هيخليني ادخل في اكتئاب، هيخليني ادخل في مراحل ممكن توصلني ان انا ابقى بتعالج نفسيا، او ان توصلني ان انا اتعب جدا لدرجه ممكن تخليني ادخل مصحه. انا ليه؟ هو جسمي وعقلي بيدوني اشاره، انا ليه ما استغلش الاشاره دي؟ ليه ما افهمهاش؟ ليه ما ركزش معاها؟ رغم ان هي الحل هيكون بسيط جدا، ان انا هقعد مع نفسي اشوف الاسباب احلها وخلصنا. رجوع الشغف اصلا بيبدا بخطوه صغيره جدا. لو انا فقدت شغفي عشان الروتين، تغيير واحد بسيط في يومي، خلاص انا استعدت شغفي. انا مش هستعيده من يوم وليله، بس انا تلقائيا هستعيده. اللي هو ايه، انا كنت بعمل حاجه روتينيه ودخلت حاجه جديده، انا متحمس للحاجه الجديده دي. انا دخلت انضميت لكورس جديد، انا متحمس اخد الكورس الجديد ومستني يبدا وعندي شغف ان هو يبدا. تلقائيا هلاقي شغف عندي تجاه حاجه. لكن لو فقدت شغفي تجاه كل حاجه فهنا في مشكله. لكن طول ما انا زهق، يعني حاسس ان انا فقدت شغفي تجاه حاجه بس حاجه تانية مش فقدت شغفي فيها، انا تمام، انا بس محتاجه احل المشكله. اخر حاجه هختم بيها محاضره النهارده، وهي انكم طول الوقت افتحوا بيبان جديده لنفسكم، حتى لو كانت صغيره، علشان النور يدخل من خلالها لقلبكم ولحياتكم، وتحسوا ان انتوا حياتكم مش واقفه، حياتكم مش ممله. احنا لو حد قافل على نفسه في اوضه ومش بيفتح، مفيش اي منفذ للنور، هيحس ان طول الوقت ان في ضلمه، ان الدنيا حواليه متقفله، الدنيا حواليه واقفه. لكن لو فتح جزء صغير من الباب هيدخل منه شعاع نور، هينور له المكان، هيحس بطاقه امل، هيحس ان لا، في امل جديد، في حياه جديده، في بره حياه مختلفه غير اللي انا محبوس جواها جوه. انتوا لازم تدوا لنفسكم الفرصه ان هي تبص للي حواليها، تبص لقدام، تشوف العالم من حواليها ماشي ازاي، وتجددوا طول الوقت شغفكم وطاقتكم. ما تعملوش حاجه واحده تخليكم تحسوا فجاه انكم لا، انا مش عايزه اكمل. علشان النقطه دي اللي بيوصل لها وبيكمل فيها وهو فاقد شغفه وطاقته بيخسر حاجات كتير جدا. اولها انه ممكن يخسر نفسه، او يخسر ان هو يتفاهم معاها تاني وما يبقاش عارف ان هو يفهمها ابدا طول حياته. اتمنى تكون المحاضره مفيده، ونتقابل ان شاء الله باذن الله تعالى في محاضره جديده مع نفس